يلي طالق لسانه ما داير له قياس، السب وقذف والاغتناء على ظهور الناس، حطمتي قلوب وغادي تشرب من نفس الكاس، شكاية ورا شكاية كتكتم الأنفاس، الطمع يقتل الضمير ويفقد الإحساس. سلام الله عليكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، البارطاج واللايكات، والله يخليكم بحال الورود اللي مزينين المشاميم، عمركم ما تدبلوا بإذن الله. وأنا غادي نقول يا بسم الله. شكرا على الوفاء، شكرا على الإخلاص، شكرا على الدعم يا أعز الحبايب. موضوع الحلقة: بداية الصراع، العيسوية والشكاية، الزروالي وحري. نقولوا على بركة الله ونبداو من بداية الصراع. الوقت اللي انقلبوا على الزروالي وشكلوا مجموعة برئاسة قلوش، هذاك الوقت خرجت وقلتها، قلت ودي راه هاد المجموعة ديال قلوش غادي قلوش كاع هاد الناس غادي يديهم للحبس عادي تبعهم هو. ويمكن قلت هذاك الوقت حتى واحد ما تيقني، وكلامي مسجل في القنوات القديمة وما داهم ليا تا واحد غير خطأ مني وحيدهم ليا اليوتيوب. اليوم الكلام ولا واقع او لا على ارض الواقع. الشكاية ديال العيسوية او الراجل ديال العيسوية، غادي تقول يا عمي عمارة واش كتعرف العيسوية؟ غادي نقول لكم اياه، وتلاقيت بها في مدينة قنيطرة، واول واحد تلاقى بها هو عمي عمارة. سيدة محترمة، اتفقنا في مواضيع، اختلفنا في مواضيع، ولكن تبقى سيدة محترمة وعندها البصمة ديالها. اليوم الراجل ديالها كيدير شكاية، يمكن غطرحوا عليا سؤال وغادي يقولوا لي واش عمي عمارة راجلها عمرو بان ولا ما بانش؟ غادي نقول لكم بان جوج المرات، يمكن جوج المرات، ولكن غير الصورة ما تيهضرش لسبب ما غاديش نقول علاش بيناتو العيسوية، ولكن لسبب ما، ولكن ما تيبانش هذا السيد في اليوتيوب. لكن هنا ماشي هنا المشكل وماشي هنا الخطورة. الخطورة هو أن هذا السيد من الجزائر، الدولة أو الشعب الصديق. حنا عندنا مشكل مع النظام وماشي مع الشعب، وهذا السيد غادي ياخذ حقه والقانون غادي يعطيه حقه بمعنى الكلمة، لسبب واحد، وهو أننا في دولة الحق والقانون. يعني القانون ما كيتدخلش في السياسة، القانون كيتدخل في الشكايات، شكون الظالم وشكون المظلوم فقط. إذن هذا السيد غادي ياخذ الحق ديالو والشكاية شادة 100%. غادي يقول لك اودي راه العيسوية كتسب، العيسوية بوحدها يمكن لك دير بها شكاية وهي دير شكاية، وهكذا غادي يكون بيناتكم التبادل، وغادي تكون العقوبة التوقيف وغرامة والله يعاون. لكن هذا السيد تضرب في الأعراض ديالو، وقع التشكيك في الأولاد ديالو، وهذه كارثة. وهادشي علاش كنا دائما تنقول لكم اودي خليونا من الاستقواء وخليونا من تخرج العينين، والإنسان هو اللي يكون واعي وعاقل ويعرف اش يقول. والإنسان اللي بعيد عليك ما تدخلش فيه، ما تجيبوش عندك، ما تدخلش ليه في حياته. وحنا دائما او عبد ربيه دائما كيوجه الرسالة، كيقول لك ما تدخلوش في حياة الناس. حنا ملي تيكون عندنا مشكل او بغينا ننتقدوا شي واحد، وهو اللي كيكون يتواجه معاك على اليوتيوب وعنده المنصة ديالو، ماشي الانسان اللي خارج اليوتيوب او حياة الانسان الشخصية. لا، كتواجه مع الانسان على الكلام اللي تيقول، يا اما كتنتقدوا يا اما كتشكروا. وهذا هو الخطأ اللي طاحوا فيه العديد من القنوات. علاش؟ على الجهل ديالهم وعدم الوعي، وخداو ديك حرية التعبير، قالوا صافي راه نقولوا اللي بغينا.
ولاو بحال كاينين في غابه ما كاينش القانون، وحنا تنقول لهم ودي راه كاين القانون. والارشيف لا يموت، الارشيف لا يموت. اذا اليوم هاد السيد باش غادي يواجه دابا الخطوره ثاني ماشي هنا. تذكروا الايام اللي كان الصدراوي دار واحد الوقفه احتجاجيه قدام النيابه العامه او اعتصام، وقال ان التحفه والعصابه ديالو تشهر، وان واحد جوج الناس في تيفلت غادي نحطوا بهم شكايه اللي هو كمال وقلوش. حتى لهنا مفاهمين. اذن شكايه عيسويه يمكن يتزادوا عليها جوج شكايات، غادي يوليو 3، يمكن تزاد شكايه ديال الزروالي، غادي يوليو 4 الشكايات. يعني شكون اللي غادي يوقف معاك؟ واش قيلوش دابا غادي يخرجك، غادي يفكك؟ والله ما يعقل عليك. قيلوش ما يعقل عليه حتى واحد فيكم. هو دابا العار يفك راسو، لان شحال ديالنا تنبات القيلوش انه غادي يدخل الحبس، ولكن ماشي بسبب القضيه ديال مراتو، لا، غادي يدخل قبل القضيه وقبل الحكم ديال القضيه، وعقلوا على كلامي. لان تو دابا عا كيماطل بين التاخير وكذا، يخرج عينيه يقول لك والشهود ما جاوش. الشهود راه ما غاديش يجيو، وقالوا الكلمه ديالهم عند الفرقه الوطنيه، وما كاينش شي قانون اللي غادي يفرض عليهم يجيو بزز. هاد المساله غير كون هاني منها، غادي تبقى تماطل تدخل الحبس عاد تجي القضيه ديالك، عاد يثبت عليك داكشي بصح النيت، لانكم ما كتحشموش نكارين الخير. لان الوقت اللي الزروالي دار فيكم الخير، نهار ربيتو الريش كلكم خرجتوا العينين وتقلبتوا عليه، وحنا شفنا كل واحد فيكم كيفاش مشى لاول مره عند الزروالي في سيدي عدي، غير المقطعين غير المقردين، ولكن تقلبتوا على الزروالي وما خليتوا ما قلتوا فيه، وجاكم الدعم ودرتوا الطوموبيلات وشريتوا الديور باش بالسب والقذف، درتوها من جيوبكم بخدمتكم. لا، على الاقل كنتوا غير كتهضروا زوين. وهذه هي الكارثه دابا حنا عندنا في المغرب. دابا ملي كتهضر صريح وصادق ما كيعطيوكش اهميه، وما يدعمك حتى واحد وما يعاونك حتى واحد. ولكن داك اللي يسب ويعاير وداك الشيء سبحان الله كتلقى السبرشات عا كترفرف وعاد تخلي الماندات. انا ما فهمتش هاد الناس، واش هذا خير او لا كيبغيو ينتقموا؟ انا ما فهمتش. وحتى الا جينا لمساله الانتقام، الزروالي اش دار؟ هذا هو الاشكال. راه اليوم شتي غنقول لكم واحد القضيه اللي نتوما اصلا ما فاهميناش. حنا عرفنا الطريقه باش خرج الزروالي، ياك؟ نتوما كتقولوا الهارب، ما كاين مشكل سيدي، هارب. لكن الزروالي كون بقى هنا في المغرب، واش غادي يدير الاختراق لهذا جيريندو وغادي يجيب منه معلومات مهمه، وهاد العصابه غتفضح وغتفركت، وغادي يولي كل يقول انا راسي، وان كاع داكشي اللي كانوا تيقولوا على المسؤولين الشرفاء وداكشي كلشي كان غير كذوب. ما كانش غادي يدير هذا العمل الجيد الجبار بالنسبه لنا الوطنيين اللي تيبغيو البلاد. دار عمل جبار. رحنا فاش كنجيو للوطن تيقول لك الوطن لا يحتاج الى استئذان او اذن او تصريح. شتي الدفاع عن الوطن راه ما كيحتاجش الاذن او التصريح، ولكن نتوما لا، راه كيتخابر مع جيريندو، راه كيدير مع جيريندو. علاش شكون اللي كيهضر على جيريندو من غير تحفه وعبدو ربيه والزروالي؟ حنا اللي كنا كنهضروا كاع في هذه المجموعه ديال المعاطي، وحنا اللي كنا تنقولوا راه عنده اتصالات بالمخابرات الجزائريه
وتلاقى مع السفير في كندا ومشى لتركيا، ومن بعد دخل الجزائر والاعلام الجزائري يعني كل شيء تطرقنا ليه بالكلام. ولكن الزروالي دار عمل جبار لانه دار الاختراق. واش علاش قلنا لكم ربما كي يقول لك ربما ضرت النافعه، ربما هذا الخروج ديالو خلاه يدير هذا العمل. اللي كون بقى في المغرب ما غاديش يديروا. يعني ها انتم شوفوا باش تعرفوا، انتم بغيتوا تحطموا، لكن اليوم راه العديد من المنابر كيهضروا على الزروالي وتيقول لك الخدمه اللي دار نقيه لهذا جيريندو اللي تيحسب راسو ذكي ومطور وواعر كيفاش قولبو وما دا منه والو، وهو خدا منه وخدا الاسماء. كي اللي غادي تسالو يقول لك الزروالي بقى شاد في هادي وكل مره كيعطينا شويه. واشنو بغيتي يحط لك كل شيء؟ وراه ما دار وخاصو يستافد منه. راه مخاطره هذه. راه دائما تنقول فاش كتدخل شي تنظيم راه كتولي مخاطره بالحياه ديالك. هو دابا يمكن الزروالي راه مهدد، ماشي غير يمكن راه مهدد بصح النيت. خاصو دائما يبقى حاضي راسو حاضي بناتو. راه مسألة ماشي سهلة. وهاديك راه شبكة، راه عندهم العيون في فرنسا، عندهم في كندا، عندهم في السبليون، عندهم في الطاليان، ما مخلين حتى بلاصة. راه هادوك هما شياطين الوطن، خوانات الوطن وشياطين الوطن، راه هما هادوك. ما فيهمش الثقة، ادعاء بالغدارة. لكن نتوما ما قدمتوش شي حاجة. وشوف سبحان الله، ها هو دابا شوف الزروالي دابا كيفاش ربي عطاه القوة، وهو بدا كيتخلص منكم واحد واحد وبالقانون. بالقانون ما غاديش تجي وتقول لي حقا لا راه كيدير الوكالة او خلينا بديك الهضرة الخاوية، خلينا بديك الهضرة الخاوية. مادام كنتي كتسب وكتعاير وكتقذف وكتهم هاد السيد باتهامات اللي اصلا هي ما كايناش وما عندكش ادله، الا خاصك تمشي للعقوبه. ما تجيش تقول لي حق الزروالي دار بيا شكايه حقار او لا حقار كيدخل عباد الله او خلينا بديك الهضره. على نهار يتوقع عليها المشكل ولا كيخرجوا ما خرجتوش كلكم كتزاقرتوش. ايوا دابا شكون المنتصر؟ والزروالي دابا راه دمر هاد الحلف ديال التحفه، دمروا من معنى الكلمه الزروالي. كل واحد فيهم تيقول انا راسي دابا، كل واحد فيهم تيقول انا راسي. وانا قلت لكم كاع الموالين للتحفه كلهم غادي ياكلوا العصا وغادي ياكلوا الماضي. وشتي المواطن راه كان ذكي، راه واخا عيبنا عليه بزاف د الحوايج وداك الشيء، ولكن راه كان ذكي. علاش؟ لان خرج راسو عارف اشنو كاين. هو اصلا كان عارف، ماشي ما كانش عارف، غير كان ناكر. اما هو كان عارف كل شيء الحقيقه، وعارف الزروالي ما داير والو، وعارفو بريء لان عنده هو غير المواجهات مع القنوات، ما عندوش شي حاجه اخرى خارج هذا الشيء. راه بزاف الناس كيرجعوا، بزاف الناس كيكتبوا لي مثلا تيقول لك اودي راه كيضرب في وكيل الملك وكيدير. واحد السيده او السيد كتب لي قال لك انت كتميل للزروالي بزاف وكتدافع على الزروالي بزاف. لا خويا، راه ما كندافعش انا على الزروالي. راه اللي قال انا كندافع على الزروالي عارفو راه مخطئ. الزروالي راه كيدافع على راسو بداك الشيء اللي عنده بالارشيف، لان الزروالي ارشيف. وعلاش انا الزروالي قلت لكم ارشيف؟ لان هادو كلهم هاد القنوات كلهم ارشيف عند الزروالي. شاد القنوات اللي كانوا معاه كلهم ارشيف عند الزروالي بالحجاج والادله، وكلها كيف تنقولوا كيتسنى تجي نوبته غادي يدفعوا الفراد، لانكم ما رحمتوش. راكم رحمتوه يرحمكم، ولكن دابا هو راه ما يمكنش يرحم شي واحد، ما يمكنش. راكي قلت لكم ها حموده مشى، ها ديال تيفلت ها هما غادي يبداو يداك، ها ديال سفرو تا هو غادي يمشي،
هو واحد كينفس له هو راه ان شاء الله مازال غادي يمشي لان ما باغاش يحشم. وهكذا تحفة غادي يبقى بوحدو، تحفة غادي ينكر. او ها الكلام اللي قال الزروالي تحفة هو هذا، قال لي راه غادي يديو لك المشاهدين والمحسنين ويتقلبوا عليك. الساعة كي دابا ها تحفة تا هو ضرب الطم، هو بعد عليهم تا هوايا، وهو خلاهم دابا عا بوحدهم وتعياو ما تلحمسوا. دابا تا تحفة تكملكم. راه دائما كنت نقول لكم تحفة تكملكم، كيدخلكم المعمعة يغركم ويسلت هو ويخليكم. واش اللي غادي يوقع لكم؟ لكن الاصيل تيبقى اصيل، وعزازو غاليين. ودعموا عمي عمارة بالبارطاج واللايكات. الله يكتر خيركم، الله يجازيكم بخير يا اعز الحبايب. احلى تعظيم سلام.